السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه بص، أنا جاوبت على السؤال ده يعني أعتقد 40 مرة بتفاصيله بأجزائه، بكل حاجة. ولكن في الزيادة خير يعني. كونك متأخر 10 سنين، متأخر 20 سنة، المهم إنك تبدأ. هو ده المهم. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الرسالة وهو عنده 40 سنة. ما قالش أنا ضيعت 40 سنة من حياتي. إحنا بس عندنا شوية تصورات للأسف متخلفة، وهي اللي أنا قربت أموت، أنا مش عارف قطر الجواز فاتني. الكلام ده كله كلام يعني، خاصة في موضوع الرزق. أنت الرزق الموضوع بسيط، أنت بتاخد بالأسباب، ربنا عز وجل يريك ما كتبه لك. موضوع بسيط. الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فأنت كل اللي عليك إنك تعمل اللي عليك. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل نفث في رؤيا أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، فلا تستبطئن الرزق بأن تنالوه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهو أنت خلاص، هو أنت مقدر ليك الحاجات دي، فأنت كل اللي عليك إنك تاخد بالأسباب. تاخد بقى بالأسباب دي دلوقتي، النهارده، بكرة، امبارح، بتاع. طبعا المفروض تاخد بالأسباب في كل وقت، لأن الفراغ شيء مش كويس. نعمتان يعني سبحان الله، اللي هي الصحة والفراغ. مغبون فيهم كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت طالما ابتديت، ده المهم. بالنسبة لجزء شغل الفرونت اند، شغل الفرونت اند ده في فرق يا جماعة بين انت واحد بتديزاين ويب بيجز، واحد يجي يقول لك لو سمحت اعمل لي ويب بيج لكوافير، لمحل كوافير، او يجي يقول لك والله انا عايز صفحة لمحل اللبس النسائي. الكلام ده مش هو ده الشغل بتاع الفرونت اند اللي احنا بنأهلكم ليه. ده ممكن اي حد يعمله بورد بريس، بويكس، بويب فلو، حاجات كتيره. مش ده شغلك. انت شغلك بتشتغل في ويب ابلكيشنز في شركه، فبيبقى وظيفتك انك تعمل حاجات. يعني انا مثلا الشركه عندنا بتعمل السوفت ويرز اللي بتستخدم في تصنيع الادويه، ليها يو اي وفرونت اند اكبر من الباك اند. اللي بيعملوا ده الفرونت اند انجينيرز، ده حاجه شغاله في تصنيع الادويه. بقى في صفحه خارجيه خالص بيعملها الماركتنج تيم، ممكن بقى يبقى فيها ستات، ممكن يبقى فيها بتاع. انا ماليش دعوه اصلا بالجزء ده خالص خالص، ولا اي لاين اوف كود بكتبه ليه علاقه بده. ده الفرونت بيج. الفرونت بيج ده بيبقى في دومين خاص بيه. يعني احنا مثلا qbdivision.com. qbdivision.com ده مش الانجينيرنج تيم اصلا المسؤول عنه، اللي مسؤول عنه الماركتنج تيم، وهم اللي بيعملوه باستخدام الورد بريس اصلا. انما احنا الويب ابلكيشن اللي هي بقى مثلا هتلاقي sandbox.qbdivision.com او login.qbdivision.com على حسب الانفايرمنت. الحاجات دي كلها ابلكيشن، عباره عن ابلكيشن. الحاجات دي كتيره جدا، زي بافر، زي فيد هايف، زي اي حاجه في مايكروسوفت وورد نفسها. الابلكيشن انت ما بتدخلش تحط الستات في البتاع، دي ابلكيشن. اوفيس 365. في بقى اللي هي اوفيس 365.com، مش انت اللي بتعملها اصلا ولا ليك دعوه، او لو انت اللي بتعملها خلاص يعني دي خلاص انت مش هتشتغل في دي. ولكن معظم الشغلانات اللي مثلا حاجه زي المدرسه او زي البنيان المرصوص، قبل ما تنضم للمدرسه كانت الناس بتشتغل انك هتروح تقدم في الشركه تشتغل فرونت اند انجينير، بيعمل زي مثلا محمد ابو سريع ولا احمد علي. الناس دي ما بتشتغلش بقى عشان بتحط حاجات ماركتنج بتاع خالص. ولو في حاجه زي كده وانت شغال في شركه، مش انت بتعمل حاجات اللي هي الحاجات اللي اي حد ممكن يعملها، ممكن تعتذر عن اجزاء معينه. يعني انت مثلا بتعمل ابلكيشن، الابلكيشن دي فيها اجزاء كتيره، منها جزء بيسيرف على مثلا حاجه غير جاهزه، تعتذر تقول له مش هقدر اشتغل في الجزئيه دي، فاهم؟ والحكم للغالب. يعني مثلا لو واحد بيشتغل في السايبر سكيورتي وراح اشتغل في شركه، والشركه دي بتبيع منتجاتها لبنوك بس وشركات تامين، نقول له لا، ما اشتغلتش فيها، الفلوس حرام، تمام، الشغل غير جائز. واحد تاني جه قال لك انا رايح اشتغل في شركه 80 من العملاء بتوعهم بنوك، نقول له لا، برضه ما تشتغلش فيها.
واحد يجي يقول لك لا والله 80% منهم عملاء عاديين وفي 20% بنوك، نقول له اشتغلوا فيها وفلوسك حلال. بس لما يجي يقول لك اعمل الجزء بتاع البنوك، قول له لا مش هقدر اسطب مثلا البتاع ده للبنوك. فاهم قصدي؟ فالحكم بيكون للغالب. تقول لي نوت جي اس وبينج بس وكل شويه ينزل تكنولوجي والقصص دي، كله معتمد على الماركت. انت المفروض بتارجت شغلانه، وبعد كده تشوف الماركت بتاعك محتاج ايه. يعني مثلا سوق مصر ايه اللي ماشي فيه؟ هل انت اولا اللي ماشي فيه الفرونت اند ولا الباك اند ولا الفول ستاك مثلا يعني. وبعد كده لا ماشي فيه الاثنين، فانا اشتغل فرونت اند. طب هو اللي ماشي فيه رياكت ولا انجلر ولا فيو ولا نكست جي اس ولا ايه اللي شغال فيه؟ ولا باك اند فهشتغل بان ولا هشتغل نوت جي اس ولا هشتغل دوت نت ولا هشتغل جافا ولا هشتغل دي اتش بي، ولا هو ماشي فيه بس الورد بريس فمحتاج اشتغل وورد بريس واعمل حاجات تقيله برضو. لان في الناس بتاعت وورد بريس يعني انا اتعاملت مع وورد بريس كتير جدا، وانا اللي عملته خبرتي اللي انا خدتها في سنه تعادل عشرات السنين من معظم الناس بتاعت الوورد بريس، اللي هو كل همه اللي يدخل يقعد يدوس على الزراير اللي هو احنا عندنا الماركتنج بيعمله. مش هو عارف بقى الباك اند شغال ازاي والكود شغال ازاي، ويعرف يعمل ستاك لنفسه كامل، ولو حصلت مشكله يعرف يعمل لها تريسنج وديباجنج، ويدخل في البي اتش بي كود ويعرف دي فين، ويعرف مثلا يعمل هو لنفسه بلجنز ويعدل في الثيمز ويوفر رايد الحاجات دي ويحطها كلها على جيت هاب ويعمل لها كونتينيو سي اي سي دي. لا هو بيدخل يقعد يدوس هنا ثيم هنا نزل دي بلجن اللي هو اصلا كلام فارغ. والحاجات دي كلها محتاجه داتا، مش محتاجه واحد يجي يقول لك والله الانجلر جامد. لا محتاجه داتا تشوف كل سوق الداتا دي تقدر تجيبها منين، واتكلمنا في الموضوع ده مليون مره. فالرزق ما فيش حاجه اسمها انا اتاخرت. والموضوع النساء لا، هو فيه من يتقي الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. انت في ماركت في كل حاجه زيه زي اي حاجه، وانت لو انت كويس ودخلت واشتغلت واتعرض عليك حاجه غلط، ومن ترك شيئا لله عوضه الله شيئا خيرا منه. الموضوع بسيط يعني. انا كان بيجي لي، انا كنت ببقى مدير لعده شركات لما يسميها هولدنج كومباني. هولدنج كومباني دي عندها مثلا 100 شركه، فانا مسؤول، انا كاحمد مسؤول مثلا عن 20 شركه. فيجي يقول لي انا هضيف للبورتفوليو بتاعك اللي هينزل تحتيك از اساس برودكت، بحيث ان انت تبقى بتعمل عليه الاوبريشنز. الشركه دي شغاله في السوفت ويرز بتاعت صالات القمار. قلت له لا ما فيش الكلام ده، انا مسلم والكلام ده مش هينفع انا اعمله سبورت. فيقول لي خلاص مش عارف، وانا اتكلمت بالراحه وبتاع وفهمت كل حاجه، يقول لي خلاص هنزل تحت مدير تاني وانا ماليش علاقه بيها خالص. الموضوع سهل يعني، الريسك ده بتاع ربنا. طبعا الموضوع يبقى واضح وبسيط والدنيا بسيطه. خلي كل حاجه بتعملها تعتمد على دين ثم عندك الداتا. بص على الداتا، بص على الماركت، وما تاخدش الكلام من لسان اي حد. ادخل سيرش وبص على كورة، بص على ريدت، اقرا، بص المنظمات العالميه بيعملوا ايه، ادخل كلم شات جي بي تي، اشكي له همك، اسال الله عز وجل ان ييسر لك الرزق. الدنيا بسيطه يعني، الدنيا لطيفه يعني. يعني انت لو قلت لي انا هبقى في اللي انا فيه مثلا من ساعه ما انا ابتديت، اقول لك والله انا عمري ما كنت اتخيل ابقى في 1 في ال1000 من اللي انا فيه. والكلام ده ممكن تطلقه على اي حد. الدنيا كتيره يعني، ما حدش اتولد مننا يعني. هي في ناس اتولدت يعني اهاليها عندها بقى البيزنس وهو اللي بيصرف عليهم وبتاع، مش عارف، ودول اقليه يعني. والله المستعان. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. انت بتعامل ربنا، انت ظبطت الدنيا وخدت بالاسباب واستشرت واستخرت، الدنيا فل. ربنا يسعدك ويبارك فيك يا استاذ. السلام عليكم.